في صباح يوم هادي وجميل ومركبين صوت عصافير، كان زكريا الموظف الغلبان نايم بيشخر زي كل الموظفين. رن المنبه وصحي من النوم زي كل يوم. لكنه رجع فلاش باك وافتكر إن النهاردة أول يوم في الشهر، يوم القبض. الظرف الأبيض الإمضة اللي على الشمال، فعمل كده. وزي كل الموظفين زكريا بيحترم دوره جدا. وجت اللحظة الحاسمة، خرج زكريا بالظرف الأبيض وبدأت حكاية كل شهر ديون زكريا كان عليه 100 جنيه لمصطفى من يوم 15، و100 جنيه لعماد عشان الجمعية اللي مراته لبسته فيها، و100 ورا 100 خلصت ديون زكريا. بس حكايته لسه ما خلصتش. مرات زكريا قررت تفسحه في السوبر ماركت، وهناك قدمت له أحلى هدية. هدايا مرات زكريا ما خلصتش، عشان كده قررت تركبه تاكسي بس على حسابه. مش كده وبس، دي كمان خدت الشنط جنبها ورمته هو جنب السواق. وأخيراً وصل زكريا البيت. المحصل ده كان آخر شخص زكريا كان عايز يشوفه النهارده، خصوصاً لو بالإفكت ده. كده زكريا خلص من فلوس الكهرباء اللي ما بتجيش أصلاً، لكنه ما خلصش من المحصل. ودفع فلوس المية، ولأننا شغالين بلو بادجت فما غيرناش المحصل، وجي عشان ياخد فلوس الغاز. قرر زكريا ينزل يقعد على القهوة، قابل أجدع ناس في منطقته، ناس دايماً معاه، يروح يمين يجوا يمين، يروح شمال يجوا. فقرر إنه يساعدهم قوي، يساعدهم جداً، يساعدهم خالص. وفي حالة من الحب والحنان ودعوا زكريا. وبكده خلصت حكاية زكريا، وخلصت حكاية يوم القبض.